Welcome all my students everywhere. طلاب الصف الأول الثانوي. النهارده يا شباب هنتكلم مع بعض عن تقييم الأسبوع الثالث أو هنحل مع بعض تقييم الأسبوع الثالث. تعال نشوف أول حاجة الأداء الصفي. Question number 1. 2 is to get something you need. أنت بتحصل على حاجة أنت محتاج لها or want especially through efforts. وخصوصا لما يكون في جهد. يا ترى confuse بتربك ولا obtain بتحصل على ولا interrupt اوكي ولا connect معناها توصل او تتصل، يبقى اكيد اللي هي ايه؟ اللي هي obtain. اوكي يا شباب؟ طيب question number 2. Surgeons الجراحين usually see small things by the naked eye. يعني الجراحين بيشوفوا عادة ولا مش بيشوفوا الأشياء الصغيرة بالإيه؟ بالعين المجردة. Space usually see small things by the naked eyes. يعني بيشوفوا عادة ولا مش بيشوفوا الأشياء الصغيرة بالعين المجردة. أكيد الأشياء الصغيرة مش بنشوفها بالعين المجردة، يعني عايزين جملة منفية. في الحالة دي جملة مش في الماضي. طبعا مش هينفع ناخد aren't لأن لو في ينفع are كنا خدنا ing ده مضارع مستمر. واضح كده يا doesn't يا don't. الجراحين دول مفرد ولا جمع؟ دول واضح كده من ان هم surgeons جراحين، يبقى هياخدوا مين؟ هياخدوا معانا كلمة ايه؟ هياخدوا معانا كلمة don't. اوكي؟ question number 3. playing games at school helps to. لعب اثناء او في المدرسه بيساعد انك تعمل ايه؟ للكوبريشن among students. واضح كده ignore بيتجاهل ولا memorize يذكر ولا create بيخلق التعاون، يبقى اذا دي الجمله او الاجابه الصحيحه اللي هي create. اوكي؟ question number 4. learning different languages. تعلم اللغات المختلفه helps people build. عايز اقول لك بيساعد الناس ان هو يبني جسور او يبني جسر between cultures ما بين الثقافات. يا ترى بيبني فيلاز؟ اكيد لو يبني فيلاز كان زماننا عملنا شغل عالي جدا. ولا بيبني هاوسز ولا بيبني بريدجز ولا يبني رودز، اكيد مش هيبني طرق. يبقى في تعبير عندي اسمه يبني جسور اللي هو build bridges. اوكي؟ question number 5. good communication always need respect and. التعاون الجيد او التواصل الجيد دايما بيحتاج respect and ايه؟ الاحترام وايه يا ترى؟ والفايتس الشجارات او الخناقات اكيد مش هيبقى تواصل جيد. تمام؟ ولا هارموني انسجام ولا ديسبيوت نزاع، اكيد مش بيحتاج نزاع. ولا تشالنج يعني تحدي، اكيد ولا ديسبيوت ولا تشالنج. اذا الاجابه الصحيحه اللي هو ايه؟ هارموني اللي هو تناغم او انسجام. تمام؟ طيب question number 6. space is first step to discovery. ايه اول خطوه للاستكشاف؟ يا ترى الهابت العاده ولا الجاذرينج التجمع او الجمع ولا الديوتي الواجب او ولا الكريوسيتي الفضوليه او الفضول؟ اول حاجه عشان اخترع لازم ابقى انسان فضولي. يعني ايه فضولي؟ يعني بمعنى الاصح ان انا بعرف كل حاجه عن اي حاجه. يبقى اذا دي هي الاجابه الصحيحه. true is built on trust and honesty. يا ترى ايه الحقيقي اللي هو مبني على الثقه والايه والامانه؟ يا ترى true competition السبق او المنافسه الحقيقيه ولا فريندشيب الصداقه ولا ارجيومنت النزاع ولا الديستانس المسافه؟ اكيد دي لا، ولا الارجيومنت ولا الكومبيتيشن. يبقى اذا ما دام مبنيه على الثقه والامانه يبقى اذا الصداقه هي شيء جميل. طبعا هي دي الاجابه الصحيحه. question number 8. children often their parents and grandparents to do things. واضح كده children الأطفال دي مفرد ولا جمع؟
مفرد، ما دام مفرد يبقى ياخد الفعل في الانفينيتيف، ودي مضارع بسيط، يبقى اذا ايه هتبقى الاجابه الصحيحه كلمه help. اوكي. طيب الجمله اللي بعدها teachers often، المدرسين غالبا advise، احنا عارفين advice مرتبطه بكلمه give advice يعني يعطي او يقدم نصيحه. question number 10 my brother 3 languages، يعني اخويا بيتكلم كام لغه؟ 3 لغات. واضح كده my brother مفرد، واحنا عارفين ان المفرد في البريزنت سيمبل بنضيف له اس اي اس اي اي اس، يبقى اذا هنا هتبقى ايه؟ هتبقى speaks. اوكي. تعال نشوف اسئله القصه او الواجب المنزلي. عندنا طبعا احنا عارفين القصه بتاعتنا اللي هو بتاعت البطل اللي هو سانتياغو، اللي هو الراجل الاولد مان اند ذا سي، وفاكرين مانولين الصبي بتاعه، وفاكرين ان هو اصطاد سمكه الايه؟ سمكه المارلين، اللي هي كانت سمكه ضخمه جدا اللي الحيتان طبعا بداوا يهاجموها واكلوها، اتبقى معاه اللي هو السكيلتون بس، الهيكل العظمي بتاعها. طب تعالى نشوف بقى السؤال ده بيقول لك why do you think the villagers no longer love at Santiago؟ طبعا ليه تعتقد ان الجماعه القرويون يعني ما تعودوش او بداوا ما يضحكوش على سانتياغو؟ ليه يا ترى؟ او بداوا كانوا متعودين يضحكوا عليه ليه؟ طبعا راجل جبار زي كده، راجل عجوز، وفوجئوا ان هو ساحب سمكه وزنها اطنان لغايه ما قعد يحارب ويقاتل عشان يوصل بيها للشاطئ. هو فعلا وصل بيها للشاطئ، بس كانت عبارة عن ايه؟ هيكل عظمي. هي بصراحة زي ما هي بس هيكل عظمي. تمام. يبقى هما الناس عرفت ايه لما نبص كده نلاقي راجل جايب سمكة ضخمة جدا لغاية الشاطئ وجررها بالمركب التعبان بتاعه، يبقى ده راجل ايه؟ اكيد سترونج جدا، راجل ايه؟ قوي. يبقى نقول because they recognized his strengths and bravery، عرفوا خلاص، احنا عرفنا الراجل ده شجاع وراجل قوي جدا ان هو يبقى ساحب من الميه سمكه ضخمه زي كده وبمركب ضعيفه، يبقى اذا ده يستحق ان احنا نقدره ونحييه. What does carrying the mast symbolize؟ ليه بيقول لك ايه؟ حمل الماست اللي هو الشراع بتاع المركب ده بيرمز لايه؟ طبعا it symbolizes Santiago great struggle and ايه؟ and courage. ده بيدل على إيه؟ كفاحه ونضاله وكمان ايه؟ قوته. اوكي؟ يبقى اذا هنا الحمل الساري بيرمز لايه؟ لقوه وشجاعه سانتياغو. Can you explain why do tourists ask about the skeleton؟ ليه تعتقد؟ ممكن تشرح لنا او تفسر لنا ليه السياح بدأوا يسألوا عن الهيكل العظمي؟ طبعا tourists are curious، كانوا عندهم فضول جامد جدا because the skeleton is huge and unusual. الناس كلها مستغربة ايه ده؟ الراجل ده مصطاد سمكة ضخمة زي كده، هو دي كانت ايه اصلها؟ اللي اذا كان الهيكل العظمي بتاعها حاجة ضخمة جدا. طيب question number 4 how do fishermen describe Santiago to tourists؟ وصفوه ازاي الناس القرويون او الصيادين؟ طبعا they describe him as a brave، وصفوه ان هو حد شجاع strong قوي and patient، وحد كمان صبور، يعني هو ما يئس بالرغم من ده كله، ناوي ينزل يصطاد كمان بعد اللي حصل معاه. Why did Santiago talk about future plans؟ اتكلم قال ايه عن الخطة المستقبلية بتاعته؟ طبعا هنقول because he was hopeful، لأنه كان عنده أمل أو مفعم بالأمل and determined to continue fishing، ولسه مكمل في الصيد. نحل مع بعض دلوقتي أسئلة التقييم الأسبوعي. هنبدأ بجروب A وأسئلة rewrite. Rewrite the following sentence by using the words between the brackets to give the same meaning. بيقول لي علي goes to the office twice a week. عايزين نستخدم كلمة مين؟ هنستخدم كلمة اسمها how often. ده سؤال معناها ايه how often؟ يعني كم مرة. واضح كده لما نيجي نستخدم how often هنقول ايه؟ how often. عشان الجملة دي مفرد وعلي هنا اسم مفرد وهنا جاز، يبقى هنقول how often does. لو كان اسم جمع هقول how often do. يبقى how often does علي go to the
office. اوكي. طب question number 2. I reached the cinema. The movie had started. ايوه انا وصلت السينما والفيلم كان بدأ. تمام. عايز اقول by the time. by the time اللي هي بمعنى قبل، بيكون قبلها ماضي تام، بعدها ماضي بسيط، قبلها الحدث الاولاني ثم الحدث الثاني. فينك يا حدث يا اول؟ ايوه هو الفيلم بدأ، يبقى ده الحدث الاول انه ماضي تام، وده ماضي بسيط حدث تاني. هو قال لك باي ذا تايم حطها في النص، يبقى كل اللي انا هعمله هعمل ايه؟ هجيب الحدث الاول اللي هو the movie ماله had started، الفيلم بدأ. by the time I reached the cinema. يبقى الفيلم بدأ قبل ما انا اروح السينما. question number 3. my car is checked regularly. عايز ابدأ بكلمة the mechanic. عربيتي بتفحص بانتظام. عايز اقول لك the mechanic. الجملة دي في المضارع البسيط بس في الباسف، يبقى هقول الميكانيكي بيصلح العربية بانتظام. يبقى اقول ايه؟ the mechanic. مفرد يبقى هقول checks. checks ايه؟ بيعمل ايه؟ بيفحص مين؟ my car regularly. اوكي. طيب we eat cheese and eggs for breakfast. عايز اقول eaten، يبقى هنبدأ دي كده عايزك تحولها المبني للمجهول. يبقى اقول question number 4 cheese and eggs. الجبنة والبيض مالهم؟ are eaten، يؤكلوا for breakfast. خلاص؟ طيب he used to eat junk food. عايز اقول no longer، يبقى اقول he no longer. عارفين no longer بيجي بعدها مضارع بسيط، يبقى eats junk food. اوكي يا شباب الكلام ده مفهوم؟ طيب تعال نشوف الأسئلة اللي هي بتاعت جروب بي. I play football with my friend once a week. عايز احط how often، نفس السؤال اللي احنا حلينه في جروب A. يبقى اقول how often، يبقى ده نمبر 1. اقول how often do you play football. عايز اكمل الجملة with your friends. كم مرة بتلعب كرة قدم مع أصدقائك؟ I reached the cinema. The movie had started. عايز أقول after دي عكس by the time، يبقى الحدث الأول ثم الحدث الثاني. يبقى أقول after the movie. أيوه قول معايا had، عاش يا أبطال، started. إيه اللي حصل؟ I reached the cinema. تمام؟ My car is washed regularly. عايز أقول the doorman، يبقى عايز أقول لك إيه؟ the doorman washes، بيغسل my car
regularly. عايز اقول eating. we eat fish and rice for lunch. عايزين نتكلم نقول fish and rice are eaten for lunch. اوكي طيب my coach helps me to get fitter. عايز اقول I am، يبقى اقول ايه؟ المدرب بتاعي بيساعدني ان انا ابقى لائق. يبقى لما نيجي نقول انا اساعد، يعني ايه انا اساعد؟ يبقى اقول I am helped. خلاص to get fitter. اوكي السؤال اللي بعده did you do the shopping last Saturday؟ عايزين نقول done، يعني بيقول لك حولها للباسيف. يبقى عايز اقول لك ايه؟ ما دام هنا هنحول الباسيف يبقى هنسأل بمين؟ يا was يا where. ما دام في الماضي يبقى was the shopping done last Sunday. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده we visit our grandmother every Friday. عايزين نقول how often. عايزين نقول ايه؟ how often. نفس الكلام يبقى اقول ايه؟ how often. واضح كده we يبقى how often do، والوي بحولها ليو في حالة السؤال. يبقى how often do you visit your grandmother. منى cleaned the room yesterday. منى نظفت الغرفة امبارح أو أمس. عايز أقول باي منى، مين المفعول؟ يبقى هنقول the room. singular or plural، مفرد ولا جمع؟ مفرد هتبقى was. cleaned by منى by منى yesterday. أو ممكن أقول إيه؟ the room was cleaned yesterday by منى. الاتنين صح. اوكي I did my homework then I went out. عايز احط before. واضح كده انا عملت واجبي ثم خرجت. يبقى عايز اقول انا I. احنا عارفين before دي بيبقى قبلها الحدث الاول ماضي تام وبعدها الحدث التاني، يعني ده تام قبلها وبسيط بعدها. فين الحدث الاولاني؟ يبقى I did. لما نيجي نخليها في الماضي التام اقول I had done. I had done my homework. انا عملت واجبي. تمام؟ before I went out. used to قال لك he was in the habit of staying up late. خلاص يبقى عايز اقول ايه؟ هقول he used to stay up late. تمام؟ طبعا اسئله الرايت بتعتمد على فهم حضراتكم وبتعتمد على فهم للجرامر كويس، والسؤال دايما ممكن يكون ليه اكتر من اجابه باكتر من طريقه، وكل الطرق بتبقى صحيحه، بس لازم يكون الجراماتيكال مظبوط، مفيش ادنى مشكله فيه. اتمنى نكون استفدنا بالجزئيه اللي احنا شرحناها وحلينا مع بعض التقييم الاسبوع الثالث.
إلى أن نلتقي في حلقات قادمة وحل التقييمات القادمة بإذن الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.